في الفيديو دوت طبعا زي ما انت شفت من العنوان هتطلع متعلم ازاي تجيب اللوجو وترسم واحد زيه، وهتتعلم ازاي تعمل انيميتنج بالشكل اللي ظاهر معاك في الفيديو. وبالنسبه للتكست انا هعلمك ازاي تعمل باونس انيميشن. طبعا في الفيديو ده هيترتب عليه افكار تانية ان شاء الله هتتعمل في الفيديوهات اللي جايه. ما تنساش تعمل لايك ولا اشتراك، ولو انت عندك حد عايز يستفيد من الفيديو فياريت تبعتهوله. ويلا بينا نخش على الشرح. طبعا اول حاجه نيو كومبوزيشن، ودي الاعدادات بتاعتي، ممكن طبعا تخليها 10 ثواني او اكتر وتشوف انت اللي يريحك. دوس اوكي. بعد كده تدوس كليك يمين نيو وتختار سوليد. تختار طبعا اي لون مش مهم، ممكن تخليه اسود. تدوس اوكي. بعد كده تضيف عليه افكت اسمه جراديانت رام. طبعا نخلي الستارت هنا والان تحت شمال، ونبدا بقى نخليه ايه من رمادي فاتح لرمادي غامق بالشكل ده. بعد كده احنا طبعا عايزين نعمل شكل المحفظه، فاحنا باختصار هنقلد الشكل بالظبط. هتدخل على جوجل تكتب ابل وولت لوجو وتكتب جنبها PNG. يظهر هنا عندك الشكل بتاعها، تختار اللوجو بتاعها وتخش على الموقع اللي يظهر لك، هتلاقي اللوجو وتنزل تحمله. بعد كده تعمل له امبورت. طبعا هننزل الصوره هنا، هتبقى كبيره، ممكن تدوس حرف الاس عشان تفتح السكيل وتقللها شويه بالمنظر ده. بعد كده تركنها هنا على جنب ونبدا بقى ايه نرسم واحدة زيها بالظبط. طبعا هنيجي عند الريكتانجل او تدوس حرف الكيو وتبدأ تعمل واحدة وانت دايس بصبعك على الشيفت. تمام. بعد كده هتيجي هنا عند الفيل تخليها سوليد، تدوس اوكي. بعد كده هتيجي عند الكونتنت ريكتانجل باس وتبدأ تلعب في حجمها لحد ما تيجي بالظبط. وبعد كده هنعلي الراوندنس. طبعا انت عشان تسهل على نفسك اكتر انت ممكن تيجي عند الترانسفورم وتيجي عند الاوباسيتي وتقللها شويه عشان يكون ظاهر الموضوع معاك اكتر. بعد كده بعد ما عملت الشكل ممكن ترجع الاوباسيتي زي ما كان، تسنتر انكر بوينت وتسنترها في النص تاني. بعد كده هتيجي عند الفيل نوديها كده شويه وتيجي عند الاي دروبر تدوس عليها وتاخد اللون بتاعها بالظبط وتدوس اوكي. بعد ما عملنا الشكل الاولاني نخش على شكل المحفظه. هنيجي تاني عند الريكتانجل ونرسم واحده جديده. بعد كده نفس الكلام، تفتح الاوباسيتي تقللها شويه وتبدا تظبط بقى في شكلها. تفتح الريكتانجل والريكتانجل باس، بس المره دي هتشيل اللينك من عند السايز وتبدا تظبط في الشكل. وبعد ما عملنا الشكل هنيجي تاني تسنتر انكر بوينت وتسنترها في مكانها. نفس الكلام تيجي عند الفيل اي دروبر وتاخد اللون بتاعها وتدوس اوكي. بعد كده هنبدا نرسم الشكل القداماني بتاع المحفظه. هنيجي طبعا عند البين تول، ممكن تدوس هنا او تدوس حرف الجي وتبدا بقى ترسمها كلها. طبعا بعد ما تخلصها هتاخدها كده وتوديها هناك. طبعا انا نسيت اعلي لكل واحده فيهم الاوباسيتي. طبعا ما تنساش لازم طبعا تتاكد ان كل شيب معمول لوحده عشان ما يحصلش معاك نفس الطريقه اللي حصلت معايا، ان انت يكون عندك شكلين في لاير واحد. وطبعا نبدا ننظم الدنيا ان احنا نسمي كل واحده باسمها الخاص. نيجي نسمي هنا مثلا من اللوجو ونسمي هنا وولت 1 وهنا وولت 2. طبعا انت ممكن هنا تغير في الالوان مفيش مشاكل على اساس انت تقدر تفرق ما بينهم. بعد كده هنبدا نعمل كروت برضو نفس الكلام. هتيجي عند الريكتانجل تاخد شكل كامل ليه. طبعا نغير اللون باي لون وتنزل الاوباسيتي بتاعته وتبدا بقى تظبط الشكل بتاعه. طبعا بعد ما ترجع الشكل زي ما انت شايف كده ترجع الاوباسيتي وتبدا بقى ايه تعمل دوبليكيت وترصصهم نفس الترصيصه دي. دلوقتي انت بعد ما رتبتهم هتسنتر انكر بتاعت كل واحده وتوديهم هناك بالشكل ده. بعد كده تاخد لون كل واحده، يعني ديت اول واحده ناخد الاي دروبر ناخد اللون الازرق وتدوس اوكي. التالتة نفس الكلام كلونها اصفر، تفتح الفيل اي دروبر وتدوس اوكي وتكمل بقى على نفس الطريقه. بعد كده طبعا هتغير اسامي كل واحدة، كارد 1 2 3 4. بعد كده عشان تسهل على نفسك ممكن تلون كارت كل واحد بلون اللاير، يعني مثلا الاحمر احمر وهكذا. بعد كده نبدأ نرتب كل واحدة. ناخد الكود دي كلها وتنزلها تحت وولت 2 بالظبط كده. طيب علشان تفهم الدنيا هتمشي ازاي، هتلاقي هنا في شادو وفي شادو تحت كل كارت. فاحنا هنيجي هنا عند وولت 2 نكتب هنا دروب شادو، هتخلي الزاوية لفوق بالظبط. ممكن تكتب هنا 0. بعد كده هتعلي السوفتنس وتقلل الديستنس. بعد كده تقلل الاوباسيتي على قد ما تقدر، وليكن هنخليها 20. بعد كده تاخدها كوبي وتنسخها على اول كارت، تتاكد ان هي ظابطه في كل حته. بعد كده ايه ننسخها مع الباقي، تاخدها كوبي وتكملها مع بقيه الكروت بالشكل ده. طبعا خلاص بعد بقى ما خدنا الشكل ممكن طبعا ننزله تحت ونخفيه. بعد كده نبدا نعمل له انيميت. طبعا قبل ما يبدا كل ده لازم الاول نربط اللايرات ببعضها، بمعنى هتربط الولت 2 ديت بواحد وتخلي الكاردات دي كلها برضو مربوطه بواحد وهتخلي واحد مربوطه بالمين. تمام. بعد كده هنبدا نعمل انيميت للمين لوجو.
تفتح البوزيشن، تعمل له هنا كي فريم. بعد كده انت ممكن تدوس شيفت واس عشان يفتح لك السكيل معاها وما يفتحلكش الباقي جنبه. تعمل له برده كي فريم، هتطلعه هنا قدام شويه، وبعد كده تبدا بقى تنزله تحت بالمنظر ده وهتخلي السكيل صفر. بالمره برده هنفتح الروتيشن نفس الطريقه، شيفت وار، نعمل كي فريم، نطلعها قدام، نميلها مثلا بزاويه 30 بالسالب. بعد كده ترجع الكي فريم لورا. كده يكون خلصنا اول واحد. وطبعا عشان نعمل له افكت الباونس اللي هو يطلع ويكمل ويرجع تاني، في بلوجن هسيبه لك في الديسكريبشن، ده اللي بيقوم بالمهمه كلها. انت بس تخلي هنا بروبرتي سيلكتد اللي هو لا بوزيشن ولا سكيل ولا روتيشن، تخليه سيلكتد وتعلم عليهم، تخليه اوفر شوتد مش باونس، تعلم عليهم، دوس على باونس، نقرب الكي فريمات ديت بالمنظر ده. وبعد كده نخش على الانيميت اللي بعده. هتيجي عند الوالت، تفتح السكيل، تدوس حرف الاس، تعمل كي فريم، توديه قدام شويه، ترجع لورا وتخليه على صفر. نفس الكلام تعلم عليهم وتدوس على باونس. بعد كده هنبدا نعمل انيميشن للكروت. طبعا احنا عايزين الكروت تطلع من تحت وتطلع لفوق وتنزل تاني. طبعا انت تيجي تنزلها تحت هتلاقيها عدت المحفظه. عشان نتفادى الموضوع ده هنعلم على الاربع كروت دول ونعمل لهم تراك ميت على الوالت رقم 1. هتلاقي الوالت رقم 1 اختفت، طبعا ممكن تظهرها من هنا تاني وكده. عشان تنزلها تحت هتلاقيها معندكش مشاكل في الموضوع. تبدا بقى ايه تعمل انيميت للكروت بقى زي ما انت عايز. هنعلم عليهم الاربعه، نفتح البوزيشن، نعمل هنا كي فريم، نطلعهم قدام شويه وينزلوا كلهم لتحت بالشكل ده. بعد كده هتبدا بقى ايه تسبق كل كي فريم عن التاني. ناخد دول نطلعهم قدام شويه، ودول برضو نفس الكلام، ودول برضو تعلم عليهم كلهم وترجعهم لورا بالمنظر ده. ممكن طبعا تقلل المسافه شويه. طبعا انت ممكن تعلم عليهم وتدوس على بلجن تاني. لو طلعتك الرساله دي مفيش مشاكل، هتلاقي هنا عملت لك مع واحده بس. انت ممكن تعمل سيلكت للداتا الباقيين، تعملهم بنفس الطريقه تاني وهيطلع معاك بالشكل ده. ودلوقتي يلا نعمل الانيميشن اللي بعده. هنيجي عند المين لوجو، هنعمل عند البوزيشن هنا كي فريم تانية ونطلع قدام شويه ونزقها ناحيه الشمال بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ نعمل تكست، ندوس كنترول تي او تضغط هنا فوق ونكتب هنا والت. طبعا هنغير الفونت بتاعه، نخليه الفونت الاساسي بتاع قبل اللي هو اسمه اس اف برو، وهتختار منه الريجولار. بعد كده هتسنتر انكر بوينت ونسنتره في مكانه. وبعد كده هنغير لون الفيل، نخليه ابيض، تدوس اوكي وتحط له دروب شادو، تعلي الديستنس حاجه بسيطه، تعلي السوفتنس بالشكل ده. وبعد كده هتخش على التكست وتعمل له انيميت للبوزيشن. بعد كده تدوس على اد، تختار بروبرتي وتختار روتيشن مره، وتدوس بروبرتي تاني وتختار اوباسيتي. طبعا احنا عايزين نشوف مكان الوالت الاول هيبقى فين، هتبقى هنا نهايته. فاحنا هنخلي البوزيشن يروح كده شمال شويه ونغير الزاويه بتاعته بالشكل ده ونخلي الاوباسيتي على الصفر. بعد كده هتخش على الرينج، هتعمل كي فريم على الاوفست، هتخليه هنا 100%، ترجع لورا بحيث يكون موازن للكي فريم اللي قبليه وتخليه سالب 100. بعد كده هتخش على الادفانس، هتسيب البيزد اون زي ما هو على الكاركتر، بس هتيجي عند الشيب وتغير، بدل بيبقى سكوير هيبقى رامب اب. وبعد كده هيظهر معاك بالشكل ده. طبعا احنا عايزين نخلي التكست يبقى فيه سنة باونس كده اكنه بيروح ويرجع تاني. هنيجي هنا عند الانيميتور وندوس كنترول دي عشان نعمله دوبليكيت. بعد كده هننزل تحت بالظبط كده، هنشيل الاوباسيتي بالشكل ده. وطبعا اول ما يتحرك الكي فريم زقه قدام كده بالمنظر ده بتاع الاوفست. ونبدا بقى نغير في البوزيشن والروتيشن. وبعد كده هنعمل دوبليكيت تاني للانيميتور التاني ونخش على الانيميتور التالت. هتزق شويه الكي فريم بتاع الاوفست وهتبدا بقى ترجع لورا بالمنظر ده. طبعا بعد ما ظبطناه، طبعا ديت الاعدادات بتاعت كل واحده. ده الانيميتور الاول بالنسبه للبوزيشن والروتيشن والسكيل، ودوت التاني ودوت التالت. وعايزك بقى تعمل الايز هاي والايز لو في كل واحده بنسبه 50% عشان تطلع سموث معاك بالمنظر ده. بعد كده بعد ما خلصنا الانيميتنج نخش على ستايلايزيشن. طبعا عشان نبدا نظبط الدنيا اكتر ممكن نيجي هنا عند النيو ونختار هنا ادجستمنت لاير ونضيف عليه افكت اسمه سي سي فينيت. طبعا انت ممكن تخلي السنتر في النص كده شويه وتبدا تعلي منه بالمنظر ده. ممكن تزقه كده شويه ناحيه الشمال، تنزله تحت، وتيجي هنا اول ما يظهر بالظبط كده في الحته دي تعمل لها كي فريم وترجع لورا خالص وتخليها صفر. طبعا انت ممكن تقلل شويه المسافه ما بينهم بحيث تطلع احسن بالشكل ده. وبعد كده تنزلها تحت تخليها ما بين الوالت والمين بالشكل ده. بعد كده هتيجي عند الكارد ده وتضيف عليه ديك جلو، هتقلل الراديوس تخليه مثلا 130 وتخلي الاكسبوجر 2/10. احنا عايزين بقى نخلي لونه لون احمر ما يكونش فاتح بالمنظر ده. فاحنا هننزل عند الستايل هنا وبعد كده هنفتح التنت وتخلي التنت مود على المونو.
بعد كده هتخلي اللون بتاعه هنا احمر وتدوس اوكي بالمنظر ده. بعد كده الانيميشن طبعا هيتعمل له جلو في الاول، وبعد كده الجلو هيخف منه. فانت هتيجي هنا عند الراديوس والاكسبوجر وتدوس حرف اليو عشان يظهر معاك، وتطلع قدام شويه وتخليهم هما الاتنين صفر بالمنظر ده. وبعد كده هتيجي هنا عند الديب جلو تطلعه فوق خالص، تاخده كوبي كنترول سي وتعمله بيست على الباقي كده كنترول في. تمام. طبعا كل واحده هتلاقيها ظاهره معاك كده باللون الاحمر. انت هتخش هتعدل جوه على كل واحده، مثلا تخش على كارد 2 اهو، تخش على الديب جلو وتغير اللون بتاعها للون الاخضر وتدوس اوكي. وطبعا هنكمل الباقي على نفس الوتيره. طبعا اخر حاجه هنعملها ان انت هتعمل كي فريم تاني على الادجستمنت لاير وتقللها على الاخر بالمنظر ده. وبعد كده ما تنساش تفعل الموشن بلور لكله. طبعا يعتبر كده خلصنا، واشوفكم على النتيجه النهائيه ليه. بما انك وصلت لهنا فانا عايز اقول لك ان الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هتكون مترتبه على الفيديوهات اللي قبلها، فدي تعتبر بدايه حلوه ليك لو انت لسه بادئ بالموشن جرافيك. وان شاء الله هنكمل في الحلقات سوا لحد ما تبقى قادر تعمل مشهد كامل متكامل بنفسك. ويلا اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.